مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. ترى مواطنا بفيروس كورونا في اليومين الماضيين. أنشطة فعالة تقوم بها حملة الطلاب التنموية الصيفية. تنظيم نفير تنموي في الأراضي الزراعية في نقفة. بكين تدعو واشنطن للكف عن شيطنتها خلال زيارة لمسؤولة أمريكية. واشنطن على استعداد لمواصلة ضرباتها الجوية في أفغانستان. وبوتين يشيد بالأسطول الروسي المدمر. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت يومي 25 و26 من يوليو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط والجنوب وعنسبة أظهرت إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 8 من الإصابات في أسمر بالإقليم الأوسط، وإصابتان في كرن بإقليم عنسبة، وواحدة في عد قيح بالإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 19 مريضا، 16 منهم من الإقليم الجنوبي و3 من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6506، شفي منهم 6301، وتوفي 33 مريضا، فيما لا يزال 172 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 26 من يوليو 2021. يقوم الطلاب المشاركون في حملة التنمية الطلابية في إقليم شمال البحر الأحمر بأعمال فعالة للتشجير وبناء وصيانة المدرجات. وقال منسق الحملة الأستاذ فسهاسيون تكيه لوكالة الأنباء الإريترية أن العمل الذي يجري في الإقليم يتأثر بالفصلين المناخيين للإقليم. وأوضح أن مناطق المناخ المعتدل تجري فيها بناء مدرجات وتشجير، وفي مناطق المناخ الحار صيانة المدرجات وإعداد الحفر للتشجير في موسم أمطار الشتاء. ودعا لمواصلة برامج الزيارات التفقدية التي قامت بها لجنة التنمية المكونة من الإقليم والمديريات للأعمال الجارية في نقاط دونغول العلاي وجندع ونفاسيت والعيتن لدورها في التشجيع وحل النواقص. وذكر المعلمون المشرفون على الطلاب منح كل طالب أدوات العمل الخاصة به وضعا في الاعتبار لإجراءات مكافحة كورونا. يشارك في الحملة التنموية الطلابية في إقليم شمال البحر الأحمر 1400 طالب، بينهم 580 طالبة. يقوم سكان ضاحيتي أقرع تحت وعلا صلام بمديرية نقفة بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه بهدف رفع الإنتاج الزراعي. ويجري النفير لتمهيد الأراضي الزراعية وإصلاح الأراضي المنجرفة وصيانة المجاري التحويلية وإزالة الطمي من الحفائر. وأوضح المزارعون أن إكمال العمل قبل حلول موسم الأمطار ساهم في تحويل مياه الأمطار إلى المزارع، وأشاروا إلى إعداد مساحة تبلغ أكثر من 350 هكتارا للزراعة المروية. أعرب سكان عد نفاس عن ارتياحهم للخدمات الصحية التي يحصلون عليها بإرساء مؤسسة صحية وسط قريتهم. وذكرت الأمهات أنهن كن يضطررن للذهاب إلى بلزة وأخرية لتلقي الخدمات الصحية للحمل والنفاث قبل فتح العيادة. وقال مسؤول العيادة إن العيادة بدأت الخدمات منذ عام ونصف العام لرعاية الأمومة والطفولة والخدمات الصحية العامة والتحاليل الطوعية لمرض الإيدز. ويعمل في عيادة عد نفاس المقامة من 10 غرف 5 مهنيين صحيين.
بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. دعت بكين واشنطن إلى الكف عن شيطنتها تزامنا مع محادثات تجريها أرفع مسؤولة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تزور الصين حتى الآن. وتعد زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إلى مدينة تيانجين أول لقاء مهم بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم منذ محادثات أنكوريج التي جرت بين وزيري خارجية البلدين وشهدت سجالات حادة. وتهدف زيارة شيرمان إلى حماية العلاقات في ظل تدهورها على خلفية مسائل عديدة بينها الأمن الإلكتروني والتفوق التكنولوجي إلى جانب حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ. وقال نائب وزير الخارجية الصيني شي فونغ للموفد الأمريكية بناء على نص نشرته الخارجية الصينية واصفا العلاقات بأنها بلغت طريقا مسدودا وتواجه صعوبات جدية. وذكرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأنها تأمل في استغلال المحادثات الصريحة لإظهارها لبكين كيف يكون شكل المنافسة المسؤولة والصحية، لكنها ترغب في الوقت ذاته في تجنب الدخول في نزاع مع بكين. أعلن قائد العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان من كابول أن الولايات المتحدة ستواصل غاراتها الجوية دعما للقوات الأفغانية إذا واصل طالبان هجومها الذي تشنه منذ أوائل مايو. وأوضح الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى أن الولايات المتحدة ستكثف غاراتها الجوية لدعم القوات الأفغانية في الأيام الأخيرة، ونحن على استعداد لمواصلة هذا المستوى العالي من الدعم في الأيام المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها على حد قوله. ومع تعثر المفاوضات التي بدأت في سبتمبر في الدوحة وانسحاب القوات الدولية والنكسات التي تلحق بالقوات الأفغانية، تتزايد المخاوف من سيطرة طالبان مجددا على السلطة بعدما حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسطول الروسي قادر على كشف وتدمير أي هدف بمناسبة العرض البحري الكبير الذي حضره في سان بطرسبرغ. وقال بوتين في كلمة متلفزة أن الأسطول الروسي يملك كل ما يلزم للدفاع عن الأمة ومصالحها الوطنية. وأضاف أن روسيا اكتسبت مكانتها بين القوى البحرية العالمية الكبرى من خلال تطوير طيران بحري فعال على المدى القصير والطويل وأنظمة دفاع ساحلي موثوقة وأحدث الأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعة الصوت ولا مثيل لها في العالم، ويستمر تحسينها بانتظام ونجاح على حد تعبيره. ألقى بوتين الخطاب على هامش العرض السنوي الكبير للأسطول الروسي على نهر نيفا في سان بطرسبرغ ثاني مدن البلاد. وعلى خلفية التوترات الشديدة مع الغرب، واصل بوتين في السنوات الأخيرة الإشادة بالأسلحة الروسية الجديدة التي لا تقهر على حد قوله. طلبت إيطاليا من دول أوروبية إرسال طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق تجتاح مناطق بجزيرة سردينيا وتسببت في إجلاء مئات الأفراد. وقال وزير الخارجية الإيطالي ليوجي دي مايو إن الحماية المدنية هي التي وجهت الطلب، معبرا عن امتنانه للاستجابة التي قال إنها في طريقها للبلاد. وتستعر الحرائق في منطقة أوريستانو بالجزيرة الإيطالية، مما أسفر عن تدمير آلاف الأفدنة ونفوق حيوانات وأضرار بممتلكات. ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات خطيرة، لكن وكالة الأنباء الإيطالية أنسا قالت إن السلطات أجلت 1500 فرد من منازلهم بعد مغادرة عدد مشابه للمنطقة. سيدتي وسادتي، ختاما لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا في اليومين الماضيين. أنشطة فعالة تقوم بها حملة الطلاب التنموية. تنظيم نفير تنموي في الأراضي الزراعية في نقفة.
بكين تدعو واشنطن للكف عن شطنتها خلال زيارة لمسؤولة أمريكية. واشنطن على استعداد لمواصلة ضرباتها الجوية في أفغانستان. وبوتين يشيد بالأسطول الروسي المدمر. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.